السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنبتدي روتين جديد مع بعض. النهارده هنعمل الغدا سوا. نشوف النهارده هنعمل غدا ايه. بص هنعمل غدا ايه النهارده. انا عندي دبابيس فراخ. بس كنت غسلها كويس ونقعها في محلول النقع بتاعها اللي هو دقيق وملح وفي شويه ميه وليمونه وشويه جنزبيل وشويه سكر. السكر والجنزبيل حلو قوي، بيشيل زفاره الفراخ. ونقعاها وشايلاها كويس قوي نضيفه جدا وشايلاها ايه في الفريزر. هعملها النهارده بطريقه كباب الحله، اللي هي البصل وطماطم، وهعمل فيها معاها قرن فلفل. والبهارات بتاعتنا بهارات فراخ، اي بهارات بقى انا بحطها عندي. بهارات فراخ وكزبره ناشفه وكاري، واحط الزعتر حلو قوي في التتبيله، واحط نقطه جنزبيل وقرفه برده وملح وفلفل اسمر ومرق الدجاج، واحط دبس رمان، واحط صويا صوص. وهجيب بس بعد اجيب الخل بس، وهقطعهم وهسيبها في التتبيله شويه. بعد كده ايه نيجي نشوف هنعمل فيها ايه. تعالوا بصوا بقى، الاكله دي بتعتمد على البصل الياما. بس انا هعمل ايه، هعمل 3 بصلات لان هي ايه عندي الفراخ يعني مش ياما، فهعمل على قد الكميه. هقطعهم جوانح مع الطماطمتين اهو، مع ايه قرنين شطه بس. لكن دول انا عاملاهم هعمل طبق سلطه جنب الاكل. هقطعهم وبعد كده ارجع لكم تاني. بصوا انا استكفيت بقرن فلفل حامي لان الفلفل طلع حامي قوي. احط بقى عليها البهارات كلها. احط دبس صويا صوص معلقه كبيره، دبس الرمان، هحط تاني بس ايه يتصفى كده. ده انا عندي واحد تاني بس هو في لسه فيه. هحط بهارات الفراخ اخر شويه عندي. هحط شويه فلفل اسمر، هحط كاري، هحط كزبره ناشفه، نقطه جنزبيل، وهجيب برضو شويه قرفه صغيرين، نقطه قرفه اهي. مش بكتر القرفه قوي عشان ما تمررش الاكل. زعتر بقى الاخضر ده بيدي ريحه وطعم حلو قوي للفراخ. معلقه ملح، وهحط ايه مرق الدجاج. بصي هدعكم في بعض جامد كده. بص بقى كده هاخد التتبيله وهتبل فيها الفراخ شويه. هسيبها لحد لما ايه اروح عندي شويه غسيل عايزه انشرهم، وفي غسيل عايز يتلم وفي غسيل عايز يتنشر. هسيبهم في التتبيله شويه، بعد كده هنيجي نشوفهم ايه هيتعملوا بايه. هسيبهم بتاع نص ساعه، ساعه الا ربع كده في التتبيله. استنى بصوا انا كده حطيتها في التتبيله. هسيبها، هغطي عليها وايه واسيبها لحد لما ايه اروح اخلص اللي ورايا بره. بعد كده ايه اجي ابتدي تاني.
بص انا لحد دلوقتي انا حاطه الفراخ في التتبيله، رحت نشرت وكان في غسيل عايز يتلم لميته، وسايباها لحد دلوقتي في التتبيله يعني بتاعتها. زودت عليها بس الخل وبس، وقلبتها وسبتها زي ما هي. هنا كنت انا هعمل رز مبهر بس برز مصري عادي، بس هم قالوا لي لا احنا عايزينه ايه بالشعريه، قلت لهم خلاص ماشي. غسلت كوبايه رز كده وحطيت شويه زيت على معلقه سمنه، واعمله ايه بالشعريه، هما بيحبوا الرز بالشعريه. بس افضل اقلب فيها كده بس ايه لحد لما تاخد لون. بص انا فضلت اقلب فيها لحد لما ايه عطتني ايه اللون الحلو ده. غسلت كوبايه رز وهنزل عليها بيها برده تشويحه. بس كده واديها تشويحه واظبط الملح بتاعها. بعد كده اروح حطها على ايه، على العين الصغيره، ببقى محضره الشياطه وموطيه عليها النار بس، وبكده الرز بتاعنا كمان يكون خلص. بعد كده ابتدي بقى ايه اروح اعمل عقبال ما الفراخ اسوي الفراخ يكون الرز ايه استوى والاكل كله يستوى في وقت واحد. هنا بقى نبتدي ايه اعمل الفراخ. هجيب معلقه سمنه كده، انا وطيت علينا على الرز وسبته كده ايه. اجيب الفراخ، بصوا هعملها ايه بقى. انزل ايه، مش هنزل البصل بكله، لا انا هنزل الفراخ تاخد تشويحه الاول. هنزل الدبابيس الفراخ تاخد تشويحه الاول. ريحتها تحفه جميله، تتبيله ريحتها جميله قوي. خلي بس الفراخ تاخد صدمه، بعد كده انزل عليها بالتتبيله دي كلها. بص اهي كده الفراخ اخدت لون حلو اهي. قلبتها على كل وشها، من وشها مره من ظهرها مره لحد لما اخدت لون حلو. هنزل بقى عليها بالتتبيله اهي. مش هحط عليها ميه ولا حاجه، لان هي ايه كده كده هي وراك يعني مش بتاخد وقت في السوا، وكده كده فيها ميه، والبصل والطماطم كله هينزل الميه بتاعته وايه، وهتستوي على كده. مره عملتها وقطعت معاها بطاطس زي كباب الحله اللي هو اللحمه، بس انا مش هحط معاها حاجه، انا هسويها بس كده على مع شويه البصل والبتاع ده والطماطم وبس، وهوطي عليها ايه واسيبها لما تستوي بقى هبقى اوريها لكم. كده كده اهو الرز على وطيت عليه، هغطي عليها واسيبها بس. عقبال ما الرز هيستوي، عقبال ما الفراخ هتستوي، عقبال ما اعمل طبق السلطه، وكده يكون الغدا خلص معانا. هنا بقى ابتدي اعمل السلطه. هعمل ايه، عندي اخدت حته كابوتشي على خيار على طماطم على قرن فلفل حلو بس، واعمل لهم طبق سلطه كده صغير. خلصت طبق السلطه اهو، بس ما كترتش فيه الفلفل لان حامي قوي. على الغدا بقى هحط فيه ملح وشطه وكمون، واعمل عليه شويه خل. طبق خلصت.
بصوا الفراخ اهي، بصوا هسيبها بقى تستوي كده ايه، والبصل ده هيتهري خالص ويعمل صوص كده يبقى طعمه حلو قوي، باخده واحطه على الرز بيبقى طعمه جميل. بس هوطي عليها واسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. هنا خلاص انا كنت خلصت الفراخ، خلصت اهي. بصوا الصوص اللي طلع منها بقى كده، البصل بقى والبهارات اتحط كده على الرز. وعملت اهو الرز بالشعريه، وعملت طبقين صغيرين سلطه. ده الغدا بتاعنا النهارده، ايه رايكم؟ وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو منكم. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم وتحبوا تتفرجوا عليه. شكرا جدا لدعمكم ليا، وشكرا للكومنتات الجميله، وشكرا للمتابعين الجداد والقدام اللي معايا منوريني. وده كان يومنا النهارده. هقول لكم مع السلامه حبايبي، تصبحوا على خير.